السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله. معكم ابن الشام. اخواني بتمنى منكم صلوا على النبي، اذكروا الله، لا اله الا الله، سيدي محمد رسول الله. ان شاء الله يا جماعه مباركه عليكم وعلينا وعلى جميع امه محمد يا رب العالمين. مثل ما شفتوا انتم بعنوان الفيديو كثير مهم. بدي منك بس شغله واحده، تركز معي بهذا الفيديو وتسمع المعلومات الصحيحه والمعلومات المضبوطه من ابن الشام بالخبره وبالدليل ان شاء الله تعالى. اذا حابب انت تسمع الذكر عندك بهي التغريدة خليك معي وتابع الفيديو للنهاية. طيب مثل ما سمعتوا انتو هذا المقطع من طير الكناري. انا لما اشتري طير، ليش بشتري الطير الكنار مثلا، ذكر الكنار؟ ليش؟ مشان اسمع صوته، تمام، وما اتفرج عليه بس. يعني ما بدي انا بس صورة، بدي صوت وصورة، صح؟ يعني لازم انا اسمع صوت الذكر، وخاصة بهذا الوقت اللي نحن فيه، وقت موسم التجهيز. طيب النقطة يلي بعدها بالنسبة للانتاية، ليش انا بشتري انتاية؟ بشتري انتاية مشان جهزها للذكر وبلش انتاج منه، صح؟ خليك معي وركز بالكلام. طيب بعض الاخوة ممكن مثلا يشتري طيور بهاي الوقت او بهذا الوقت، وانا بالنسبة لي ما بحفز اشتري طيور بهذا الوقت. ليش؟ لان لازم انت تثبت الطيور عندك بالنسبة للمكان، بالنسبة للأقفاص، بالنسبة إن كان ذكر ولا إن كان انتاي، لازم يكون مكانه ثابت، إلا بحالة واحدة، ألا وهي إذا أنت فعلا كتير مضطر. مثلا شخص عنده نقلة بيت، تمام، شخص بده مثلا يدهن غرفة طيوره بهذا الوقت، يعني الإنسان انحكم، ما في مشكلة على الموضوع. بس ولكن أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا فعلا أنت مالك مضطر تغير مكان الطير إن كان ذكر ولا إن كان انتاي، خليه ثابت بمكانه، ما في داعي تغير مكان الطير. طيب شو الأسباب لتغيير مكان الطير أو تغيير القفص كليا من مكان لمكان؟ خليك معي وتابع هذا الفيديو للنهاية. طيب بالنسبة إلي عندي لنقول مثلا ذكر وانتاي مثلا ثابتين بهذا المكان. لما انا اجي امسك الطير طلعه مثلا من القفص، حطه مثلا كمثال بقفص ثاني، بعض الطيور ان كان ذكر ولا ان كان انتاي، ثق تماما عم اعطيك انا المعلومه الصحيحه وعن خبره باذن الله تعالى. ويلي صايره معه هذا الشيء اخواني حبايبي اكتبوا لي تحت بالتعليقات. لما تاخذ انت الذكر تحطه من قفص لقفص، بس ممكن يدخل بغيار الريش، ممكن اذا كان هون عم يغرد بس طلعته لفوق يبطل يغرد. ممكن الانتاي اذا انت مثلا حاطه لنقول بهذا القفص والانتاي لافه العش بهذا القفص، اذا نقلتها من هذا القفص لهذا القفص تبطل تلف العش. اذا مطبق جوز بقفص واحد لنقول بهذا القفص ونقلتهم على القفص اللي فوقه، ممكن يبطلوا يتوالفوا مع بعض، ممكن يتشاجروا مع بعض. ممكن انت اذا مطبق جوز ومسكت الذكر اخذته على انتاية تانية، يعني انت عم تطبق مثلا ذكر على انتايتين، او ذكر مثلا لا سمح الله مرض وعم تعالجه ورجعته عند انتايته دغري، ممكن يتشاجروا مع بعض، ما يتوالفوا مع بعض. تمام اخواني، ركز معي وخليك متابع الفيديو للنهاية، لانه في شغلات ما انزل الله بها من سلطان. لانه انا لما بدي اقول الذكر اذا غيرت مكانه ما بدخل بغير الريش فانا عم غشك. اذا انا بدي اقول انه اذا غيرت مكان الذكر والذكر برضه بضل عم يغرد فانا عم غشك. فانا بدي انصحك انت كمتابع لابن الشام واعطيك المعلومة الصحيحة من دون اي اخطاء ومن دون اي اغلاط. رجاء ثم رجاء لكل الأخوة المتابعين لقناة ابن الشام، ما تغيروا أماكن طيوركم حاليا. نحن هلا صرنا بشهر 12، يعني نحن على أبواب موسم التزاوج، فوجب عليك بخطوة واحدة خدها من عند ابن الشام وفي سبيل الله عمي، لا تغير مكان طيورك إذا كان ذكر ولا كان انتاي.
اذا عندي انا طير مثلا لا سمح الله مرض، هلا لحكي لك انا امتى الطير ما بيغرد. هاي الرسالة موجهة لبعض الاشخاص. امتى الطير ما بيغرد؟ الطير ما بيغرد يوم يكون عندي انا مثلا الطير مريض ما بيغرد. يوم يكون عندي الطير بعض من الذكور مشحمة ما بتغرد. ممكن بعض الذكور اذا نقلت انا من مكان لمكان توقف عن التغريد. ويلي صارت معه هي الشغلة اكتبوا تحت بالتعليقات. خبراء ابن الشام، متابعين ابن الشام، محبين ابن الشام، خليكم معي بالتعليقات واكتبوا تحت كل مين غير مكان الذكر ووقف عن التغريد. اكتبوا اذا كان كلامي صح ولا كان كلامي خطأ، وانا برضه ما عندي اي مشكلة على الموضوع. اكتبوا تحت بالتعليقات لكل شخص عم يقول اذا انا غيرت مكان الانتاي من مكان لمكان او من محل لمحل او من بيت لبيت بترجع دغري بتلف العش. هل هذا الحكي صح؟ هذا الحكي بعمره ما صار الا ما رحم ربي. ممكن كتير تكون الانتاي حنونة ترجع تلف العش. هلا ما صفي غير يقول مثلا او تقول بعض الاشخاص اذا انتاي عنده فراخ نقلها من بيت لبيت بصير بالطعمي. لا اخي، في اناتي ما بالطعمي. في اناتي انت اذا بتغير لها مكانها مثل ما قلت لك وعندها فراخ ثق تماما. شوف التوالف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فاتح لهم شوي صغيره لشوف شو بدهم يعملوا. هاي انتاي وهذا الذكر. طيب في بعض الاناتي اذا بتكون عندها مثلا فراخ وبنقلها من هذا القفص لهذا القفص، لك اخي ما حد طعمي الفراخ ممكن تقتلون. لك اذا انت بس في شخص شو قال لي جيت انا عم شيك على الانتاي عم شوف مثلا فقسوا البيض ما فقسوا البيض، طلع البيض مفقس، فمسكت العش طلعته لبرا لحتى افحص الفراخ وشوفهم، ورجعت العش الانتاي قتلت الفراخ عمي. ايه الانتاي قتلت الفراخ اصلا ما عاد حضنتهم ولا عاد طعمتهم. فانا من وين لوين انا كصاحب محتوى بدي اقول لك ما عندك مشكله غير مكان القفص، غير مكان الذكر، غير مكان الانتاي. انا ما فيني احكي هيك، انا فيني اقول لك هيك، بس انا بكون يعني ما بفهم شيء اذا بدي اقول لك هذا الشيء وانا بدي غشك بهذا الموضوع. صلوا على النبي، اذكروا الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. فابن الشام عمي ما له متعود يقدم على قناته اي معلومه خطا او اي معلومه ممكن مثلا لا سمح الله تضر المتابع عنده، لانه انت ممكن تساويها هي الشغله وتجي اخر شيء تنضر لا سمح الله وتقول انه والله ابن الشام انت قلت لي هيك. فاخواني حبايبي نهايه الفيديو بتمنى من الكل كلياتكم اي طير ذكر ولا انتاي جوز اي شيء انت رحت اشتريته من برا رجع ثبت مكانه. طيب انا اشتريت جوز من برا ذكر ولا انتاي جوز، ثبت مكانه ولا تحرك مكان الذكر او مكان الانتاي، وتابع التعليمات والشيء اللي احنا بنطرحه عنا بالقناه، باذن الله رح تستفاد. ما بدي منكم شيء غير الدعاء، وقدر الله الف خيركم، والله ما حدا عم يقصر، والله يعزكم جميعا. وكل متابع لابن الشام بيحب ابن الشام من قلبه انت تاج على الراس. بتمنى التوفيق للجميع. كان معكم ابن الشام، السلام عليكم.